كانت حياتي ماشية زي المسطرة، بنت من بيت عز، متعلمة، معايا كل اللي أتمناه، لحد ما الألم دخل حياتي. ألم في ظهري خلاني أدخل عيادة دكتور عظام. دكتور مجتهد ناجح وشكله عادي جدا، بس أنا اللي كنت بعيش في عالم تاني. حسيت بشيء غريب ناحيته. اللي حصل بعد كده قلب حياتي كلها. بقيت عايشة كابوس اسمه إزاي أقول لأهلي. أنا اسمي أمل، عندي 24 سنة وبشتغل في شركة إعلانات كبيرة. حياتي كانت زي الحلم بالظبط، مستواي المادي والاجتماعي عالي جدا، مفيش حاجة عايزاها ما بتجيليش. عربية أحدث موديل، لبس من براندات عالمية، سفر هنا وهنا. كنت مثقفة ومتكلمة واجتماعية، وشكلي الحمد لله جمالي كان نعمة ربنا عليا. جسمي متناسق وطولي مناسب، وفعلاً في فترة المراهقة اشتغلت موديل. أنا بحكي لكم كل ده مش عشان أتفاخر بنفسي، لا والله، بس عشان تفهموا حجم الصدمة اللي مريت بيها وحجم التغيير اللي حصل في حياتي. بابا الله يرحمه سابنا وإحنا صغيرين، وماما دي ست ب100 راجل، قوية وصارمة، بس في نفس الوقت حنينة جداً، ربتنا أحسن تربية. عندي أختين أكبر مني متجوزين، وهم أقرب 2 ليا في الدنيا. سري كله معاهم وعمري ما كدبت عليهم في حاجة. بيتنا كان مفتوح، فيه حرية وثقة غير عادية، مفيش قفل ولا قيود. من 9 شهور بدأت أحس بوجع في ظهري، وجع عادي بس خلاني أروح لدكتور عظام. دي كانت بداية الحدوتة، بداية الكابوس. دخلت العيادة وشفته. هو دكتور مجتهد ناجح جدا في شغله، ومستواه المادي كويس، شكله عادي مش مبهر أبداً، بس معرفش إيه اللي شدني ليه، أو يمكن هو اللي شدني. كنت بحس إنه بيبصلي بطريقة مختلفة. كتب لي دواء وقال لي لو ما لقيتهوش كلميني، وكتب لي رقمه الخاص على الروشتة، وفعلاً ما لقيتش الدواء ده. أول ما كلمته فتح الكلام، بدأنا نتكلم في حاجات كتير مش بس عن الدواء، وعرفت ساعتها إنه عنده 43 سنة ومطلق وعنده 3 أطفال. كل دي علامات حمراء، بس أنا اللي عمري ما ارتبطت وعمري ما انجذبت لأي راجل مهما كانت مكانته أو جماله. حسيت إني بتشد ليه بشكل غريب، ويمكن أكون حبيته، عارفة إن ده غلط وعارفة إنه مش صح أبداً، بس كان أقوى مني. فجأة لقيته بيطلب مني الجواز. الصدمة، جواز؟ معقول؟ رديت عليه وأنا عارفة إن ده هيعمل كارثة. أهلي عمرهم ما هيوافقوا عشان سنه ومطلق وعنده 3 أطفال، ده مستحيل. بس هو فضل يرن عليا، قولي لهم بس، حاولي، هم هيوافقوا لما يعرفوا إني بحبك. ضعفت قدام إصراره ورحت لماما وإخواتي. في الأول افتكروني بهزر، ما قدروش يصدقوا. إزاي يا أمل؟ إيه اللي بتقوليه ده؟ لما عرفوا إنها الحقيقة الدنيا قامت وما قعدتش. ماما كلمته وبهدلته وقالت له يبعد عني، وقالت لي أنا نفس الكلام، وبصوت هز البيت كله. إخواتي قعدوا معايا وفضلوا ينصحوني، ده ما ينفعش يا حبيبتي، ده أكبر منك بكتير، ده مش بيحبك، ده بيستغلك. كلامهم دخل في دماغي، يمكن عشان فعلا ما كنتش عايزة أصدق اللي بيحصل ده. بعدت عنه شهر كان كله عذاب، بس كنت بحاول أقنع نفسي إن ده الصح. لكن معرفش إزاي رجعنا نتكلم تاني، والمرة دي العلاقة كانت أقوى. فضلت مخبية عليهم وممثلة عليهم إني خلاص طلعت الموضوع ده من دماغي، بس هو كان بيصمم عليا أكتر وأكتر. في يوم قال لي مفيش حل تاني غير إنك تهربي ونتجوز، أو نتجوز ونحطهم قدام الأمر الواقع. الوضع ده متعب وهم عمرهم ما هيوافقوا، ودي فعلا حقيقة. رفضت طبعا، أعمل كده في أهلي، دول أغلى حاجة عندي، بس هو فضل يرن عليا أكتر من شهر. مرة يقولي نتجوز في السر، رفضت بشدة، وبعدين قال خلاص نتجوز رسمي. بس لما دورت لقيت فتاوى بتقول ما ينفعش من غير ولي أمر. ما كانش قدامي حل غير الزواج السري. كنت تحت ضغط عاطفي وضعفت، بس من جوايا كنت عارفة إني بعمل غلطة عمري. كنت حاسة إني بخون ثقة أمي وإخواتي، وكل يوم الندم بيزيد. هنا بقى المصيبة الأكبر، محتاج شاهد. حكيت لصديق ليا، واحد أنا بثق فيه، وحاولت أقنعه، كان رافض رفض قاطع.
إزاي أعمل كده في أهلك؟ إزاي أدخل نفسي في مشاكل زي دي؟ ده غلط يا أمل. كان كلامه كله صح، بس أنا معرفش ليه كنت بعاند نفسي. يمكن لأني وصلت لمرحلة ما كنتش قادرة أرجع. بعد محايلات كتير وافق، بس بشرط: اكتبي مؤخر كبير عشان تحفظي حقك. وافق هو، وكتبنا العقد في شهر 2. بعد ما كتبنا العقد فضل يقنعني إني أقول لأهلي، بس الخوف كان مسيطر عليا. خوف من مواجهتهم، خوف إني أكسر ثقتهم، خوف من نظرتهم ليا. وفجأة بدأت أحس إني مش عايزاه، بدأت أحس إني ظلمت نفسي. كلام إخواتي رجع يتردد في وداني: كنت تستحقي أحسن من كده بكتير. مع الخوف من أهلي الموضوع زاد أكتر. قلت له: أنا مش عايزة أكمل، خلاص، ولا كأن حاجة حصلت. نروح للمحامي اللي كتبنا العقد عنده، وأنا مش عايزة حاجة، نقطع الورق وخلاص. رفض، قال لي: خلاص، حلمنا هيتحقق، مجرد ما تقولي لأهلك هنتجوز غصب عنهم. فضل يقول لي كلام كتير يقنعني، بس أنا خلاص كنت حاسة إن قلبي مش مطوعني. فضلت كده لحد رمضان وما قلتش لأهلي. كل ما أجي أقول لماما نفسي يضيق، معرفش أتكلم. دي مصيبة. المشكلة إني واعية، عارفة إن كل ده غلط، وبرضه مكملة. كنا بننزل ونتقابل عادي لحد يوم الوقفة. قال لي ننزل، نزلت. كنا قاعدين في العربية، قلت له تاني: أنا ضميري بيأنبني، أنا مش عايزة أكمل. لقيته مرة واحدة الموقف اتحول لعنف غير متوقع. الموقف خرج عن السيطرة وحاول يضايقني بطريقة جارحة جدا، وأنا كنت مرعوبة. اتنرفز عليا بشكل هستيري وبدأ يعاملني بعنف. حاول يسيطر على الموقف جسديا، بس أنا كنت بصده بكل قوتي، ونجحت أهرب منه وأنا مرعوبة. حسيت بسلسلتي بتتقطع. فضلت أحاول أفتح باب العربية، الحمد لله ما كانش قافل اللوك. طلعت أجري، فضلت أجري يمكن 10 شوارع. اتصلت بواحدة صاحبتي وجت خدتني. روحت لماما، قلت لها إني اتسرقت وحد شد مني السلسلة واتعورت وجرني في الأرض واتبهدلت. الحمد لله ماما صدقتني. هو فضل يكلمني، ما بطلش اتصال، ما رديت عليه تالت يوم العيد بعد ما بعت مسجات كتير. هزقته، قلت له إني مش عايزة أعرفه تاني، يبعد عني. قال لي: أنتي مراتي وبتاعتي، أنا هعرف أجيبك تحت رجلي وهبهدلك. قلت له: أنت عايز إيه؟ أنا مش عايزاك، خلي عندك كرامة. راح قال لي: عايزة اللي بينا ينتهي، تجيلي يوم. طلب مني مقابلته لإنهاء الموضوع بطريقة غير مقبولة ومهينة جداً. أكد لي إنه لو وافقت على طلبه هيتنازل عن المؤخر وهنقطع العقد وهينسحب من حياتي للأبد. لحد دلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه. أروح له وأقفل الموضوع ده وأخليه يبعد عن حياتي، ولا أقول لماما واللي يحصل يحصل بقى؟ أنا دماغي هتنفجر من التفكير. بفكر أروح له وأخلص نفسي من الحكاية دي كلها، بس بيجيلي تفكير لو حد طلب رأيي في نفس الموضوع ده كنت أنصحها طبعاً تقول لأهلها. أنا بس عايزة أقول لأهلي عشان عايزة أخد حقي منه. أنا عارفة إن ماما وإخواتي هيعرفوا يجيبوا حقي كويس وهيقفوا جنبي، بس مش قادرة. فكرة إني خذلتهم دي مضايقاني قوي، مش قادرة أتخطاها. وفي نفس الوقت لو عملت اللي في دماغه هخذلهم أكتر وهستحقر نفسي. معرفش ممكن أعمل معاه كده إزاي، ولا أسيبله نفسي إزاي. بس الخوف والإحباط وإني هنزل من نظرهم قوي مأثر فيا جامد جدا. أنا عارفة إني غلطانة وندمانة. تفتكروا إيه القرار الصح اللي المفروض أخده في الوضع ده؟ هل ممكن أهلي يسامحوني لو عرفوا؟ وهل في طريق تاني ممكن أخد بيه حقي من غير ما أخسر كل اللي بنيته في حياتي؟ سيبولي آرائكم في التعليقات، يمكن ألاقي في كلامكم بصيص أمل.